سلام بنات، عاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم هاد الطورطيه بالبطاطا والجبن والبيضه البنات اللي تتجي اكثر من رائعه. تعملوها بالنسبه لوجبه غداء او عشاء، غادي تنفعكم وتولي معتمده عندكم. تتجي معلكه بهذيك الجبن والبيضه البنات، تتجي اكثر من رائعه كما قلت لكم. سبق لي عملت معكم جوج طورطيات، وحده د الخضره ووحده د البطاطا سباليونيه 100%. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، هما تيجيو اكثر من رائعين وبطريقه ديال سباليون البنات 100%. خديت هنا البطاطا، عندي انا واحد 7 البطاطا الصغار، غسلتهم وقشرتهم وغادي نقطعهم البنات كما تشوفوا على شكل عشوائي، يعني ماشي طروسه صغار. هذه شحال كنا صغار كنا نعملوا ديك الطورطيه، تيقطعوها على شكل بحال يقليوها وتيوليو يقطعوها طروسه تيتون. هذه تقطعوها البنات بحال هيدا على شكل عشوائي كما تشوفوا. هذه هي الطريقه ديال سباليون البنات اللي تيعملوها، اللي معروفه الطورطيه عندهم تما. غسلتها مزيان، ملي تقطعوها تغسلوها باش يحيد ديك النشا ديالها، وعملتها تسقطرات وعملت الزيت ديالي في المقله. مجرد البنات يبدا يدفى صافي تنخوي عليه ديك البطاطا اللي من بعد ما درت لها المليحه، صافي تنخليها تقلى البنات. صافي عملت قسمت ديك البطاطا اللي عملتها على جوج، قليت القليه الاولى نتوما تشوفوها ونبقى نحرك فيها وتنخليها تقلى البنات. تتبغي بحال تبغي تعسل لي، يعني ماشي تتحرق، يعني بحال تتحمر نتوما تشوفوها. وفي نفس الوقت تتبقى هذيك البطاطا طريه، يعني ماشي محروقه ويابسه، وفي نفس الوقت تبقى داك اللوين فيها ذهبي، تجي بحال الشكل اللي معسله. تنحيد كما شفتوني، حيد البطاطا، ما عملتهاش في الصفايه البنات باش يبقى لي فيها كما نوريكم داك الاثر ديال الزيت، لان الطورطيه اسبانيونيه تيخليو فيها البنات الزيت او تيهزوا الزيت من المقله وتضيفوه عليها. عملت القليه الثانيه وخديت داك البصله، حيدت لها داك القلب الخضر ديالها وتا هي قطعتها هكا، تا هي على شكل عشوائي، وعملتها مباشره فوق هذيك البطاطا البنات. غادي نضيف عليها شويه د الملحه من الفوق صافي ونقليها حتى هي تقلى لي ديك البطاطا مع البصله، راه تيتحمروا مع بعضياتهم البنات. كما تشوفوا هذيك البصيله تيولي اللون ديالها حتى هي ذهبي وطيبه، والبطاطا ديالي حتى هي طيبه. بنفس المغرف تنبقى نعفسها البنات بحاجتي، نعفسها باش تجيني الطورطيه ناجحه 100% البنات. تبقى نعفس فيها هيداك بواحد التينيدور اولا عبريك المغرف النيت. وكما قلت لكم راه ما سقطرتهاش من الزيت، لاحظتوا انا حطيتها في الطبسيل هذا عندي غارق، ما عملتها لا في الشبكه ولا حتى حاجه، حيت بحاجتي بها تبقى فيها داك الاثر ديال الزيت. صافي البنات عفستها مزيان وخديت واحد البول اللي عملت فيه، غنعمل فيه 8 د البيضات. 8 د البيضات عندي صغار انا البنات، وراه نتوما تشوفوا راه هما كاينه 8 د البيضات تما. البيضه البنات تيتوقف عليكم، عملت واحد التردقه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملحه، ضروري تعملوا حبيبه ديال الملحه باش تبنى الناس هذاك البيض كما قلت لكم. وغادي نعمل واحد شويه ديال الجبن اللي عندي محكوك، يمكن لكم تعملوا جبن بوله، اي جبن عندكم، الجبن اللي تعجبكم، ولا يمكن لكم تستغنوا على الجبن. وخديت واحد المقله اخرى البنات اللي عندي ما تلصقش، خديت واحد المعلقه او مغرف ديال الزيت من داك الزيت اللي قليت به الطورطيه وعملته في داك المقله. ضروري او يمكن لكم تعملوا طريف الزبده. انا عملت معلقه الزيت من داك الزيت اللي قليت فيه البطاطا البنات. حركت داك البيض مع داك الجبن مزيان. كما قلت لكم البنات البيض يمكن لكم تعملوا 5 او يمكن لكم تعملوا 6. ضروري البطاطا وتبقى يعني بحال نقولوا حنا تبقى تتعوم في هذاك البيض. الطورطيه الفرنسيس الاسبانيونيه البنات معروفه تيعملوا فيها البيض، يعني الطورطيه وحده تكون كبيره، الحجم ديالها شويه كبير، تيعملوا من 8 حتى ل 10 د البيضات. وانتم كما قلت لكم يمكن لكم تعملوا 5 او 6 د البيضات اللي متوفره عندكم البنات. صافي خديت مباشره هذيك المقيله كانت شعلت عليها البوطه، عملت ديك المعلقه المغرفه ديال الزيت البنات وخويت عليها الطورطيه ديالي كما شفتوا. بقيت نعوطها هيدا بداك المغرف، وغنبقى في الجناب هيدا بحال نجمعها في الجناب باش ما تلصق ليش. صافي البنات والبوطه ما مجهداش بزاف وماشي قليله، ما تخليوهاش قليله لان ما خصناش داك البيض يطيب لنا بزاف اكثر من اللازم من الوسط ديال الطورطيه. وفي نفس الوقت ما تجهدوهاش عاوتاني، ما تقلوهاش، لا عفوا ما تقلوهاش باش ما طيب لكمش من الداخل، من الطورطيه من الداخل، يعني بحاجتنا بها تبقى راويه. وما تجهدوهاش بزاف باش ما تحرق لكمش، يعني العافيه موسطه. من بعد ما شفتوا قلبت
الطورطيه ديالي قلبتها انا بالغطايه ديال الطنجره، يمكن لكم تقلبوها بالطبسيل او بشي خشبه. عملت من قلبتها البنات، عملت كما شفتوا ديك المعلقه ديال الزيت واحده اخرى، كبيتها عليها في الجناب وصافي، وتنبقى نقلب ونشقلب فيها حتى تطيب. راه نتوما تتشوفوا الطريقه راه ساهله. صافي الطورطيه ديالي وجدت، غادا نعملها في هاد بيصاره هادي، نقلبها فيها حيت هي نقدمها فيها. وهاد الطورطيه البنات واجده، شنقول لكم تتجي راويه من الداخل، داك الجبن تيجي معلق فيها. يمكن لكم تستغنوا على الجبن كما قلت لكم، تتجي اكثر من رائعه، محمره محمره كما تتشوفوا. اللوين ديالها تيجي ماشي محروق وماشي يعني هذا هو اللوين ديال الطورطيه اللي تتجي الطورطيه ناجحه البنات. غنقطعها معكم غتشوفوا ديك التعليكه من الداخل. وكما قلت لكم راه الطورطيه اسبانيوليه ضروري الطورطيه اللي تكون ناجحه تكون راويه من الداخل، ما تكونش ناشفه البنات، يعني راويه تكون بحال اللي فيها الفزوقيه من الداخل البنات. انا تنوريها لكم، يعني ماشي طيبه ناشفه. هذه راه البنات نديروها في الخدمه، تيحماقوا عليها في الخدمه، يعني الطورطيه تجي ناجحه 100% البنات. رافقتها انا بشويه ديال البقوله اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف البنات، وشويه ديال الحتوخ ديال الزرع. شنقول لكم غديوه فعلا تركه بنينه. يا سلام يا سلام يا سلام. تنتمنى الاقتراح ديالكم يعجبكم البنات، وتبارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم ويعم عليكم بالفائده. وما تنساوناش الله يرحم لكم الوالدين بداك اللايكات فضلا ليس امرا. وغادي نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم، في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسلامه.